عاوزين نستغل موسم الفلفل الأحمر ونعمل منه الهريسة الباردة. هي بيكون ليها قيمة غذائية عالية، وكمان بتدخل في التتبيلات زي المخللات والبتنجان المخلل والأسماك ووصفات تانية كتير. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه، وكمان هقولكوا ازاي تحفظوها لفترة طويلة وازاي تخلوا لونها احمر فاتح زي ما انتوا شايفينه كده، ما يكونش غامق. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هجيب الفلفل الرومي الاحمر، وبعدين هعين منه الطربوش بتاعه، وهعين منه كمان البذر، وهقطعه مكعبات علشان هفرمه في الكبة. انا هنا هفرمه ناعم، لو انتوا حابين تفرموه وتخلوه مجروش مفيش مشكلة، زي ما انتوا حابين. ده كده شكله بعد ما فرمناه خلاص في الكبة. بعد كده هجيب حلة وهحط فيها الفلفل على النار، ويكون النار متوسطة. هفضل اقلب فيه كده من وقت للتاني علشان ما يلزقش مني لحد ما ياخد غلوة معايا. اول ما ياخد غلوة هبدأ ان انا اوطي النار عليه خالص، وزي ما انتوا شايفين انا بعمل خط كده بالمعلقة. انتوا شايفين لسه فيه سوائل. انا بوطي النار خالص عليه وبغطيه من وقت للتاني، بفضل اقلبه علشان خاطر ما يتحرقش مننا ولونه كمان ما يغمقش. ده كده خلاص شكله بعد ما اتسبك معايا كويس، وما فيهوش زي ما انتوا شايفين سوائل كده خالص، وعامل زي معجون الطماطم. هشيله بعد كده من على النار وهسيبه يبرد تماما. تعالوا بينا نشوف الخطوة اللي بعدها. بعد كده هحط له معلقة كبيرة من الملح على كل كيلو فلفل، ويفضل ان هو ملح خشن اللي هو ملح البحر، وهقلبه كويس. بعد كده هحطه في برطمان ازاز انا غسلاه ومعقماه كويس جدا. هحطه وهبدأ ان انا اساوي السطح بتاع الهريسة بالشكل ده، وهضيف له بقى بعد كده زيت على الوش لحد ما يغطي الهريسة بتاعتي كلها. بقت الزيت اللي انا بحطها على الوش دي هي اللي بتحفظه كويس جدا، وبيقعد معايا فترة طويلة من السنة للسنة. هغطيه كمان بستريتش راب وهقفله كويس، وهنحطه في التلاجة او بره التلاجة مفيش مشكلة. لو هتستخدموا منه ممكن تاخدوا بمعلقة نظيفة وتتأكدوا ان الزيت يكون مغطي الهريسة كويس، علشان تفضل الهريسة محفوظة لأطول فترة ممكنة معاكم. وبكده خلاص هي بقت جاهزة على الاستخدام. جربوها، قولولي رأيكم ايه في التعليقات. اشوفكم على خير.